يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير السلام عليكم، لعلكم اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة تفلحون. مطبخ يسرى. كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم معسلات رمضانية بوشنيخة بواحد الطريقة اللي بسيطة سهلة وسريعة، وفي نفس الوقت كتجي بنينة ومعلكة وشاربة العسل مع جميع اسرار النجاح ديالها. فقبل ما غنبدا معكم الفيديو غنصليو على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن راح نبداو على بركة الله بطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غنعطيكم المقادير. في إناء كنضيف كيلو ديال الدقيق أي الفرينة أو الطحين مع معلقة صغيرة مع مرش ديال حبة حلاوة والنافع كيكونوا هكا مخلطين، كيس ديال الفانيلا، نص معلقة ديال الملحة، وكيس ديال الخمارة ما يعادل 7 غرام. هادو هما المكونات اللي غادي نضيفهم. من بعد غادي نزيد باقي المكونات. هنا كنجيب كاسرونه كنزيد فيها 250 غرام ديال الماء اي ما يعادل كاس ونص ديال العنبه. انا ما غاديش ندير الحليب، غادي ندير فقط الحليب غبره. ديروا الحليب، ديروا 250 غرام ديال الحليب السائل. كنزيد 250 غرام ديال الزبده. خديت هاد النوعيه ديال الايديال، ماشي اشهار او شي حاجه، غير وريت لكم الزبده الماركه اللي استعملتها. ممكن ديروا حتى ديال الطوراق بونه او الاطلس. هنا كندوب الزبده مع الماء على النار اللي تكون هكا متوسطه صافي. ومن بعد كنخليه يدفى داك الخليط، عاد كنزيد الحليب نيدو غبره اللي فيه 60 غرام. بالنسبه ليا لهاد الفيديو مصوره هادي عام، عاد اليوم كتب لي انني ندير له المونتاج، لان بزاف الاخوات غيقولوا حنايا حنا مقاطعين الحليب المجفف او نيدو، ولكن انا هاد الفيديو كان عندي من قبل. صافي كنزيد الحليب اللي فيه 60 غرام بودره. بالنسبه لهذه الطريقه راني شفتها في قناه ديال مريم بركات، كانت صورت واحد الفيديو في كازا في واحد باتيسري اللي كبير موجدين هاد بوشنيخه، قلت غادي نوجد الطريقه ديالهم. صافي من بعد زدت نص كاس ديال الماء زهر مع بعض 3 القطرات ديال الزهر صافي. ومن بعد غادي نضيف بالتدريج هنايا على الدقيق اي الفرينه. بالنسبه للخليط ما يكونش هكاك سخون، تيكون دافئ. بالنسبه للعجينه ما كتدلكش بزاف، انايا دلكتها غير مده ديال 4 ديال الدقائق. كاين بعض الاخوات كيدلكوها بزاف باش كيقولوا غادي تصدق معاهم. انا ما دلكتها ما والو، راه صدقات معايا من اول تجربه، لانني غطيتها بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح واحد 15 دقيقه صافي. هنايا كنقطعها بحال هكايا واحد الجوجات، بحال غادي نجمع العجينه، ولكن الباقي غادي نخليهم غير هكا مقطعين. كنغطيهم مزيان بالسلوفان وكنحطهم كاملين في واحد البلاستيكه باش ما تنشفش لينا العجينه. الا خليتوها غير هكا راه غادي تغسل لكم وتنشف لكم وما غاديش تقدروا انكم تورقوها. المهم غير هادو اللي قاديتهم، اما الباقي غلفتهم بالسلوفان وحطيتهم في واحد البلاستيك. العجينه كيف ما ذكرت لكم ماشي بالضروره انكم تدلكوها باش تصدق معكم الوصفه، راه بلا دليك غتصدق معكم. علاش؟ لان استعملنا الحليب بودره والخلطه السحريه او الخلطه اللي باش كتصدق لكم هاد البوشنيخه هي الزبده هي كل شيء. صافي هنايا انايا هاد الجوجات درتهم في الوراقه، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 باش كتجينا العجينه رقيقه. انا هاد الوراقه ما كتخدم لياش مزيان، لان العجينه كتجيني من جناب ما كتساعدنيش. ولكن انا وريت الاخوات اللي غادي يستعملوا الوراقه، انا خدمتها بلا وراقه، خدمت غير بالجهه اللي كتكون ديال السباغيتي. لان هاد الوراقه هذه مده وهي عندي تبارك الله. قبل ما نحل القناه كنت خدامه الكوموند ديال رز القاضي، فلذلك كنت يوميا كنخدم بها. فلذلك راه دغيا خسرات ما بقاتش هي هذيك، ولكن راه 10 سنين ماشي غير عام ولا عامين وانا كنخدم فيها. صافي هانتوما العجينه فاش كتجي هكايا في الورقه كتجيني من جناب، يعني ما كتبقاش في الوسط. فلذلك غير هاد الجوجات اللي خدمتهم بالوراقه رقم 1 2 3 على حسب الوراقه اللي عندكم البنات. صافي ومن بعد كندوزها في الجهه ديال السباغيتي.
انا بالنسبه لباقي العجينه كلها خليتها هكاك، خدمتها غير بالمدلك. ولكن كيف ما قلت لكم العجينه ما تكونش رقيقه بزاف، حيت الا كانت رقيقه غادي تلصق لكم من هاد الجهه ديال السباغيتي. كما قلت لكم الورقه كتبقى على حساب اللي عندكم انتمايا. بالنسبه لي انايا الجهه الثالثه بحال كتكون على الرقم 2. المهم صافي من بعد ما دوزتها في الجهه ديال السباغيتي، صافي كنديرها بحال سبوله بحال هكا، ومن بعد كنقرص مزيان وكنبدا نقطع. فاش كنقرص ما كنخليهاش غير هكاك، كنحلها واحد شويه. صافي ما كنديرهمش انا كبار، كيكونوا هكا متوسطين. بغيتوهم يكونوا كبار على هادو فممكن، انا ما بغيتهمش يكونوا كبار. صافي غادي نحطهم كاملين في الطاوه. كنتو غادي تطيبوهم في نفس النهار، كتخليوهم غير واحد 3 السوايع ينشفوا، من بعد كتبداو تقليو فيهم. انا ما كانش عندي الوقت، كنت خدمت ديجا واحد الكوموند ديال الشباكيه. عييت قلت غادي نخليهم حتى يباتوا ليله كامله. غادي نغطيهم بلاستيك، عفوا بواحد المنديل او واحد السربيته، عاد يباتوا ليله كامله عاد غنقليهم، لان الوقت ما كانش عندي. صافي من بعد ما دازت ليله كامله بديت كنقلي في بوشنيخه. كناخذ واحد المقله كنعمرها بالزيت، كنخليها على النار اللي تكون متوسطه. صافي فاش كنلقاها بلي راس الزيت سخنات، كناخذ غير واحد شويه ديال العجينه كنختبر نشوف واش طايبه الزيت. صافي هنايا في هاد الاثناء كنقص النار، ما كتكونش مجهده بزاف، حيت الا كانت مجهده غادي تحرقوا لينا، غيبقاو هكاك معجنين من الداخل وما كيجيوش محمرين كاملين في الوسط. صافي كنحط واحد الكميه في المقله، ما كنقلبهمش في ديك الساعه، كنخليهم حتى كيشدوا في راسهم لانهم كيتنتفخوا بحال هكا وكيتحلوا. صافي وكنقلبهم غير بشويه، كنشوفهم تحمروا واحد شويه، خداو واحد اللون اللي مذهب خفيف. بالنسبه للعسل، بغيتو ديروها دافيه ديروها دافيه، بغيتو ديروها هكاك ثقيله ديروها ثقيله. ولكن الا كانت ثقيله راها غادي تكسر لكم كامله هاد البوشنيخه. ضروري ما تكون العسيله دافيه. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. صافي راه طابت لينا، كنحيدها من الزيت، غير هي ما كتكونش محمره بزاف، كتكون شويه بيضه، غير شويه ماشي بزاف. وكنحطها في الشبكه تقطر مزيان، وعاد كنحطها في العسل وكنخليها حتى كتعسل مزيان. المهم هانتوما تشوفوا معايا كيفاش غادي نعسلها، لان الطريقه ديال التعسل ديالها كتكون شويه صعيبه، لان خدمنا هاد بوشنيخه بالزبده. غنتكلموا على الطريقه ديال التعسال بالنسبه للاخوات المبتدئات. كنصحكم انكم كتصفيو مزيان هاد بوشنيخه، كتحطوها في واحد الاناء غيكون خاوي، عاد كتهزوا العسل اللي كتكون دافيه وكتخويوها فوق بوشنيخه بواحد الطريقه اللي بسيطه. صافي كتخليوها حتى كتشرب مزيان واحد نص ساعه او ساعه، كتخليو بوشنيخه ديالكم في العسل. او الطريقه الثانيه، هنايا كنحط بوشنيخه مباشره في العسل اللي كتكون دافيه، ما كتعمروهاش بزاف بهاد المعسلات، باش كتخليو واحد البلاصه اللي خاويه تهزوا العسل ديالكم وتحطوها على بوشنيخه. المهم الطريقه الاولى من الاحسن ديروها الاخوات المبتدئات. اما الطريقه الثانيه كما كندير معكم بحال هكا، بالنسبه للاخوات اللي كيعرفوا يوجدوا بوشنيخه باش هكا ما تهرسش لكم. المهم غير هذه الطريقه الاولى اللي نصحتكم بها بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي مازال كيتعلموا، باش هكا ما تهرسش ليهم وما كتفرتش وراه ما كتحلش لينا في المقله. صافي كنخليها تعسل واحد المده ديال ساعه او نص ساعه، عاد كنصفيها. فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البوشنيخه اللي شاركت معكم. الصراحه ما كيتحلوش ما كيتكسروش نهائيا، كتذوب في الفم، كتجي معلكه وبنينه. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.